اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سينما ميرا. معلش بس دقيقه واحده الموبايل بيرن. الو، ايوه انا محمد ميرا. عايز ايه؟ فكره اعلان دلوقتي؟ مش فاضي، بصور حلقه جديده. يوه، عايز فكره اعلان ايه؟ العرض نت ومكالمات لمده 3 ساعات دي. سهله. بص، احنا ممكن نجيب جنود مستخبيين جوه حصان طروادة لمده 3 ساعات مستنيين سكان المدينه بتنام عشان هينفذوا مهمه سريه. فواحد من الجنود هيسال القائد، يقول له يا قائد واحنا قدامنا قد ايه وننفذ المهمه؟ القائد هيقول له 3 ساعات. فالجندي هيرد تاني ويقول له ايه؟ خلاص ما بديهاش بقى، اما استخدم العرض. خلي بالك الفكره دي جامده ما تترفضش. بتقول ايه؟ ما تعرفش ان حصان طروادة؟ لا، اتفرج على الحلقه دي من سينما ميرا وانت تفهم كل حاجه. ده انت عميل رخم صحيح. عمرك في مره وانت بتتفرج على الاعلان حسيت ان انت شفت الصوره دي او المشهد ده في فيلم قبل كده؟ في الغالب انا عارف اجابتك هتكون لا. عارف ليه؟ عشان انت مركب الايربودز في ودانك وعمال تسمع اغاني اعلانات رمضان. عشان كده في حلقه النهارده قررت ان انا اخدك جوله واوريك 4 اعلانات افكارهم جايه من الافلام. ونروح للاعلان الاول، اتصالات وفيلم تروي. طب ايه اللي جاب شركه محمول لفيلم اغريقي زي ده؟ اتصالات كان عندها عرض اسمه منيو اتصالات بجنيه واحد بس تاخد 3 ساعات نت ومكالمات. صناع الاعلان كانوا قاعدين قعده برين ستورم، وواحد فيهم قال انا عندي فكره، احنا ممكن نعمل اعلان على طريقه فيلم تروي. الفيلم كان فكرته ان العدو كل ما يحاول يحتل مدينه ويكون جيش عشان يحاربهم كان بيفشل وبينهزم، لحد ما في مره العدو فكر في فكره صايعه جدا، ان هو يجيب حصان خشب كبير ويخبي فيه من جوه جنود ويسلم الحصان ده على انه هديه لسكان المدينه كدليل ان هم انتصروا. بس في الحقيقه الجنود كانوا مكلفين بمهمه سريه، وهي ان بعد سكان المدينه ما تنام يطلعوا من الحصان ويولعوا في المدينه. والمهمه في الفيلم نجحت. احنا بقى في الاعلان نعمل ايه؟ نجيب نفس الحصان زي اللي كان موجود في الفيلم بالظبط. جندي هيسال القائد ويقول له يا قائد هو احنا قدامنا قد ايه وسكان المدينه تنام؟ القائد يرد عليه ويقول له قدامنا 3 ساعات. فالجندي يرد عليه ويقول له خلاص بقى ما بديهاش، اما طلع استخدم عرض منيو اتصالات بجنيه واحد بس يدوني 3 ساعات نت ومكالمات. وباقي الجنود اللي معاه في الحصان استخدموا العرض. بس وهما بيتكلموا في الموبايل صوتهم عالي وعيل صغير معدي سمعهم، فالولد راح قال لابوه ايه؟ الحق يا بابا الحصان بيتكلم. وسكان المدينه المره دي اكتشفوا الخدعه وولعوا في الحصان والمهمه فشلت. بس مبروك عليك العرض، فكره عبقريه. هنفضل مرميين في الحصان ده لغايه امتى؟ لغايه لما الناس اللي بره دي تنام ولازم نخلص عليهم. شت، احنا كده قدامنا 3 ساعات بالميت. هو انت وراك ايه؟ 3 ساعات؟ ما بديهاش بقى. هتعمل ايه؟ هشغل منيو بجنيه من اتصالات. ده كده. بابا الحصان بيتكلم. ايه ده؟ في هيدشوت. شغل منيو بجنيه من اتصالات. انا بقيت بخاف منك لا تكون بتسجل مكالماتي وتبعتها لسكان المدينه. بس في سؤال هنا، هم ليه استخدموا الفيلم ده بالذات؟ بص، ده فيلم عالمي ومشهور ويعتبر رمز ثقافي وعايش جوه دماغ الناس. فاحنا نعمل ايه؟ نجيب فكره الاعلان ونوصلها من خلال الفيلم. مبروك اعلان النجاح. ونروح للاعلان التاني، اعلان ماكس كولا وفيلم ماتريكس. ده ايه الميكس الغريب ده؟ ده الاول كان اسهل يا راجل. ماكس كولا مشروب غازي وفيلم ماتريكس خيال علمي. عملوا بقى الرابطه دي ازاي؟ نروح نقعد نفس القعده بتاعت البرين ستورم وهنعرف كل حاجه. انا عندي فكره. عارفين المشهد المشهور من فيلم ماتريكس لما كان نيو قاعد قدام مورفيوس ومورفيوس خرب بين حبايتين، حبايه زرقاء وحبايه حمراء؟ You take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. ايوه طبعا عارفين المشهد ده. مش ده لما البطل اختار حبايه الواقع؟ بالظبط. شكلكم مطبقين كويس قوي على قناه MBC 2. مش ده لما البطل اختار حبايه الواقع عشان يعيش حياه واقعيه بدل الحياه الرقميه اللي كانوا عايشينها؟ بالظبط، هي دي الفكره. في الاعلان بقى احنا ممكن نجيب مين؟ محمد سلام هدرس وهو قاعد في دور نيو وقاعد قدامه شخص شبه مورفيوس، وهدرس يختار بين نفس الحبايتين وما يعجبوش الاختيارات دي. فهدرس يقول لمورفيوس انا عندي الجديد ويديله حبايه لونها لبني. مورفيوس يبلعها تتحول لازازه ماكس كولا. شفت السحر؟ حبايه اتحولت لازازه. ويلكم موز. عندك ايه؟ السؤال هنا بقى، هم استخدموا الفيلم ده بالذات ليه؟ نفس سبب الفيلم الاول، وضيف عليه كمان ان دي تعتبر اشاره خفيه ان ماكس كولا اختراع اقوى من حبوب مورفيوس. عايز اعرف الطريقه السحريه ان هم ازاي حولوا الحبايه لازازه. يمكن الاقي طريقه احول بيها الحبايه لكوبايه قهوه بدل ما كل شويه اعمل لنفسي. بس بقى كفايه هزار بقى عشان الفيلم الجاي فيه
والراس بتيجي مقطوعه في صندوق. عرفت الفيلم 7. بس ايه اللي جاب العلقه جنب البحر؟ فيلم 7 فيلم لبراد بيت ومورجان فريمان. مش ده الفيلم عن القاتل اللي بيقتل عشان ال7 خطايا؟ خلاص يا عم عرفنا ان اي حد عنده ال7 خطايا اكيد السفاح بيقتله. لا، السفاح بيقتل اللي عنده خطيئه واحده بس. ايوه، اللي عنده خطيئه واحده بس. بيقتل اللي عنده الغرور، الغضب، الشهوه، الطمع. براد بيت كان طالع في الفيلم بدور ضابط بيحقق في جرائم قتل عملها سفاح مجهول عشان يعرفوا مين القاتل. ولما وصلوا للقاتل كان هو وصل قبلها لمرات الضابط وبعت راسها في صندوق في المكان اللي هم هيقبضوا عليه. ويدور مشهد ثلاثي بين براد بيت ومورجان فريمان والقاتل. براد بيت لما عرف كان عايز يقتل القاتل عشان ياخد بحق مراته. مورجان فريمان بيحاول يهديه، يا ابني ما ينفعش انت بتعمله كده، هتضيع مستقبلك. براد بيت لا انا عايز اجيب حق مراتي. مورجان فريمان يرجع وينصحه، يا ابني هتخش السجن ومستقبلك هيضيع. لا انا عايز اجيب حق مراتي. عشان الفيلم يخلص ان براد بيت هيقتل القاتل ونكتشف ان هو عنده خطيئه من الخطايا ال7 وهي الغضب. طب ده كلام سينما جميل وزي الفل، هيتعمل بقى ازاي اعلان؟ فاكر قناه مولتي اللي كان اللوجو بتاعها لون اصفر وعليه حرف ام؟ طبعا فاكرها. محطة دي اسمها ايه؟ مولتي. مولتي. مولتي؟ كم مرة قلت حرف ده انت نفسك فيه؟ انت حر هتبقى انت. القناه دي كانت بتعرض افلام عربي، وكانوا بيعلنوا عن نفسهم بفكره ان هم بيرفضوا انتاج افلام عربي ويعملوا مكانها افلام اجنبي. يعني مثلا في واحده من الاعلانات دي رفضوا انتاج فيلم 7 عشان يعملوا فيلم ايس كريم في جليم. لا مش فاهم قصدك، هبسطها لك. في واحدة من الإعلانات دي وديع بيروح مكتب تهامي باشا برنس الإنتاج السينمائي في مصر، بكاتب أفلام سايكو عنده فيلم عن قاتل بيقتل عشان ال7 خطايا، ونكتشف إن تهامي عنده 4 من ال7 خطايا بس اطمن ما بيقتلوش. وبعدها بيعملوا مشهد تمثيلي اللي احنا قلنا عليه من شوية بين الضابط والقاتل والمحقق. ولما الضابط عرف إن مراته مسك المسدس زي الفيلم وشاور على القاتل. وهنا بقى بدات الكوميديا. الممثل اللي شبه مورجان فريم بدا ما ينصحه يقول له يا ابني هتضيع مستقبلك، لا عمال يقول له ايه اوعى ايدك لا تقتله، اوعى ايدك لا تقتله. وفي الاخر تهامي باشا اقتنع بفكرتهم ان ينتج لهم الفيلم، بس هو كان بيعمل كده عشان يطرقهم ويمشيهم من المكتب. وبعد كده تهامي مايل على وديع وقال له شوف لي الفيلم ده بيعه في اي بلد ومشي الناس دي يا وديع. استنى يا باشا، استنى يا باشا، ما تشوف المشهد الاخير اللي هيقلب كل موازين السينما. يلا اشتغلوا. هو عايزك تقتل. دلوقتي احنا شايفين المشهد بعد ما السفاح قطع دماغ مرات البطل، وهنكتشف ان البطل نفسه عنده خطيئة من الخطايا السبعة. كفاية يا وديع. بفكر اجيب وديع وتهامي يعملوا اعلانات لقناتي على اليوتيوب، فتهامي يقول لوديع ايه بقى؟ وديع عايز تنجح هات حلقات سينما ميرا نعرضها. سينما ميرا افلام عربي الاجنبي. واشتركوا على القناه، اعملوا اشتراك على القناه واعملوا لايك. الاعلان الرابع وده اتعرض في رمضان السنه دي لمطور عقاري بيقدم بيوت على الطراز الايطالي واليوناني والاندلسي، وجابوا اكرم حسني بطل الاعلان بيقدم شخصيه لكل طراز. مره يقدم شخصيه وهو بيقدم بالطراز الاندلسي، ومره بيقدم شخصيه للطراز الايطالي. طبعا انتوا عارفين في اليوناني هو جابوا مين هو في غيره؟ تروي، الفيلم اللي اتكلمنا عليه في اول حلقه، طبعا انتوا اكيد فاكرينه. هو الفيلم ده ملوش اهل يسالوا عليه. بص هو الفيلم ده فيلم مشهور ورمز ثقافي، ودي تعتبر احسن وسيله يوصلوا بيها فكره ان عندهم بيوت على الطراز اليوناني. وفي الايطالي اكرم لبس شخصيه مارلون براندو من فيلم ذا جاد فاذر، الشخص اللي واخد رصاصه في حنجرته وهو بيتكلم بصوت مبحوح، اللي كان بيقول في الفيلم You don't even respect me, you don't even call me the Godfather. اكرم في المشهد الايطالي كان قاعد على كرسي وفي شخص بيبوس ايده، كدليل يعني ان الشركه دي عندها بيوت على الطراز الايطالي. بس عارف انت لو ما اشتريتش ايه اللي هيحصل؟ في رشاشات هتطلع من التلفزيون تقتلك، او ممكن تصحى من النوم تلاقي حصان مدبوح جنب السرير. اشتري من سكات، اشتري من سكات. 4 مناطق بفيو مختلف: اليوناني، الاسباني، الايطالي والاندلسي. الو خالد، بقول لك احنا خلينا يوناني بقى. انا قلت لك يوناني؟ والله العظيم قلنا يوناني. لا انا فاكر كويس. فيو ايطالي. يا مستر ما تشتتنيش يا خالد. حضرتك اللي مشتتني. انا عارف انكم ما بتتاخروش في التسليم. طب انا عندي سؤال، اسال ولا بلاش؟ هم عادي كده يجيبوا افكار اعلانات من الافلام؟ يعني عادي كده يجيبوا حسام طراده ومحدش يقول لهم حاجه؟ اقول لك بص، انت ممكن تجيب الباتشينو من فيلم سنت اوف وومن، بس لما يكون انت هتاخد من الفيلم شيء عشان توصل بيه فكره الاعلان للجمهور ويفهموا فكرتك بسهوله. يعني انت مثلا عندك وليكن براند ساعات مشهور وقديم، هات بقى الباتشينو من فيلم سنت اوف وومن، وبالتحديد في مشهد المحكمه وهو واقف بيزعق وبيقول I've been around, you know, there was a time when I could see and I have seen boys like these, younger than these, their arms are turned out, their legs
are ripped off. وهاته في الاعلان يقول لك انا كنت بحارب بالساعه دي وكنت بعد عليها الساعات عشان الحرب تخلص وارجع اعيش مع اهلي وبس. انت كده وصلت رساله الاعلان. طب ما افكار الاعلانات طلعت سهله اهي. انا هروح اقدم في شركه شلبي مأمون واشتغل في اكبر شركه اعلانات في مصر بس. ودي كانت نهايه الحلقه. قول لي ايه اكتر اعلان بتحبه من الاربع اعلانات اللي اتكلمنا عليهم النهارده؟ معلش بقى سيبكم عشان معايا تليفون للعميل عايز فكره اعلان. اصل انا دلوقتي بقيت مشهور والسوق عطلان من غيري. الو، بص مش هسلمك اي افكار غير لما تبعت لي الشيك. استلم الشيك اسلمك الافكار. سلمنا اسلمك. لا معلش احنا اليومين دول في قرصنه دايره. يلا سلام. اشتركوا على القناه، صحيح اشتركوا على القناه.